سمتني لما هو موت شهيد. كده انا فهمت من الدكتور سعد يا جماعه برضه، عشان اقول لكم ما اعرفش انتم مشاركيني في الفهم ولا لا. الدكتور سعد عاوز يطلع اللفظ من مفهومه الديني ويخليه مفهوم دنيوي عادي، زي لفظي، أو زي كل زي مثلا عميد، دكتور، مهندس، اسطى، سواق، اي حاجه من الحاجات دي. وفي النهايه ده مش الامر مش كده. هيرجع لله سبحانه. ما هو كله يرجع هو لله. ده اللي هي صح. هو كله يرجع لله. امانه بالله. فطبعا يعني انت موافقني على هذا، انه انت رايك انه كلمه شهيد دي يعني نسبيه. برستيج يعني. لا عفوا. ها لا عفوا. اتفضل. لفظ الشهيد اذا كل واحد مسؤول عن كلمته. يعني هو مفهوم ديني ولا مفهوم دنيوي؟ مفهوم ديني عند اهله. اظبط لي بقى، اعتبرني انا من اهله وقول لي يعني ايه شهيد. كل من مات من دينك على وجه حق، اه ولم يكن بوجه حق، ولم يكن ميتته ميته طبيعيه، فهو شهيد. طب ما هو ممكن يكون طالع بيسرع على المواسير ما هو قلت لك هو مش شرط من ضمن الشروط. نعم انه ليس على الحق. على الحق. ايوه. يعني اذا واحد خارج للكوره حق ولا باطل؟ مباح. اذا في حق. طيب. واحد خارج سياحه مباح. واحد خارج طلب الرزق مباح. واحده خارجه ترقص في لحظه رقصها ولا في لحظه خروجها؟ استنى يا مولانا. انا اسف مولانا طب بس استنى. انا استنى بس، هي 24 ساعه ترقص ولا هي دي في ال 24 ساعه؟ ده احنا لا. ده احنا نولد الطاقه بيها، ده احنا في نستخدمها لحظه توربين. يا استاذنا الفاضل في لحظه خروجها، ما يمكن لحظه خروجها كانت ذاهبه الى من اجل تجيب لقمه عيش تاكلها، واضح. وهي نازله تجيب لقمه عيش ماتت، بقت مرقصه. لا هي ماتت في حال الرقص. لو كل واحده درع على شغلها نقول عليها رقاصه، دي تبقى البلد. اذا يجب ان احنا نكون حكماء في الحكم على الناس. صحيح. كما عودتنا سعة صدرك هي اللي بتطمعنا في النقاش معك. يعني انا الذي افهمه، اسمح لي كما عودتني ان اختلف معك في الراي. ده شيء طبيعي، لازم الاختلاف. مش كده الكلام؟ هو مفهوم شهيد لا يجوز ابدا اطلاقه على انسان بايا كان الا بنص شرعي من الله والرسول. الوحيد اللي يقول ده شهيد هو الله والرسول. اي حد تاني نقول لك نظنه شهيد، نحسبه شهيد، بسيط. انما يعني القطع بانه شهيد. طب استنى. طب طبق هذا بقى في كل شيء بلا استثناء. طبعا. يعني ايه؟ يعني ما تجيش تقول لي ان شرب هذا جائز، لازم تقول لي اظنه جائزا. لا ما تجيش تقول لي ان صلاتك دي واجبه، اظنها عليك واجبه. ما انت كده خلطت بين الامر الغيبي والحكم الشرعي. انت تقصد ايه؟ كل الاحكام بلا استثناء. احكي لك، اصل انا تربيه الدكتور سعد الهلالي، ولهذا نقول الحكم الشرعي. استنى، انت بتتكلم على امر غيبي. الشهاده دي امر غيبي ولا حكم شرعي؟ حكم شرعي. لا ده امر غيبي. لا عفوا. الشهيد يعني رجل من اهل الجنه بدليل ان سيادتك لو حكمت على واحد في الحرب بيننا وبين الاعداء بانه شهيد، مش هنصلي عليه. لا انت قصدك امور الدنيا هذه لا تتعلق بمكانه هذا الشهيد عند الله. يعني هناك الشهيد الحقيقي صلي عليه ام لم يصلى عليه وليس في حاجه الى صلاه. اريد مولانا ان نكون رحماء بالناس ولطف التعامل مع الاخرين في ان هؤلاء ثكلى. هي الرحمه بالناس معناها ان انا اخرج الحكم الشرعي او الحكم الغيبي. لا عفوا، اليس هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لما قالوا له ان الشهيد هو من قاتل في سبيل الله حتى قتل، قال اذا شهداء مثل قليل، المبطون شهيد والغريق شهيد والغريب شهيد. انا مش بقول كده، انا مش بمنع ده. بيديك اذن اهو يقول لك كل ما تشوف واحد بهذه الصفه اطلق عليه الشهاده، طيب خاطر اهله. امال الرسول ليه اعترض على الصحابه لما اطلقوا على واحد انه شهيد وقال لهم هو في النار؟ قال هو في النار، بس هو لم يمنع لفظ الشهاده. ليه؟ لانه غل في غنيمته وقال اذهبوا ففتشوا في متاعه. واللي قتل نفسه والذي ذبح نفسه اللي انتحر يبقى منتحر، والمجتمع يقول عليه شهيد. من الذي اخبر؟ سيدنا رسول الله اخبر بالوحي. هو سيدنا الرسول شاف. حلو قوي. يبقى القطع بالشهاده من اختصاص الوحي ولا اختصاصنا احنا؟ قطع ما فيش قطع، احنا كلنا بنتكلم بالظن. ولهذا نقول ان كل الفقهاء بلا استثناء. يبقى ايه رايك بقى؟ كل الفقهاء بلا استثناء بنتكلم بالظن ولا لا؟ يبقى نقول نظنه شهيدا ونظن الحكم كذلك، وهكذا في كل شيء ظن.